في مشاريع ومدن بيبنيها مطور عقاري، وفي مدن زي راس الحكمة دي بتتبني بتحالف دولي كامل. مدن القبضة هي المطور الرئيسي لراس الحكمة. شفت الإعلان اللي هم نزلوه؟ دي حاجة احنا ما شفناهاش قبل كده. مدن بتطور أول 50 مليون متر مربع في المدينة، بتشرف على كل تفصيلة من البنية التحتية لغاية المطار، ومعاها أوراسكوم مسؤول عن البنى، السويدي مسؤول عن الكهرباء والمصانع، وأبو ظبي هتشغل المطار، شركة طاقة هتدير محطات المياه والكهرباء، وشركة إي أند مصر هتبني المدينة الذكية وهتعمل البنية الرقمية والاي او تي. ده غير الفنادق والمستشفيات وملاعب الجولف. كل شركة عالمية ماسكة ملف كامل في المدينة. ده مستحيل يكون استثمار فردي، دي شراكة إقليمية ودولية وحكومية. راس الحكمة بتستهدف 110 مليار دولار استثمارات و750 ألف فرصة عمل، وهتضيف 25 مليار دولار سنوياً للاقتصاد المصري. ساعات العقار بيبقى استثمار، بس ساعات بيبقى اقتصاد كامل. هي دي راس الحكمة. وخلي بالك اللي فات ده مش على مدينة راس الحكمة بس، كل مشروع في راس الحكمة سواء مدن أو غيرها، وكل المشاريع اللي حوالين راس الحكمة هتستفيد من ده استفادة كبيرة جدا، سعر وخدمات ورفاهية وحاجات تانية كتير. ده اقتصاد بيتخلق دلوقتي، لازم تلحق مكانك فيه.